اختفى عن الأنظار وظهرت عبارات حبه لمروة، وعلى ما يبدو أنه أحبها ولم تبادله ذات الشعور، فملأ شوارع الناصرية متوسلا بها، يقسم بأغلظ الأيمان أنه يعشقها بقوة وجنون، ويبدو أنها الطريقة الأخيرة التي وجد فيها مجنون مروة ضالته. هناك طرق أخرى للتعبير عن الحب كتقديم باقة الورد أو طرق أخرى كثيرة أكثر من هاي. أحسها أول شيء إنه هي إيجابية، وثاني شيء سلبية. الإيجابية إنه هو ولد عبر عن رسالته، إنه أكثر من مرة إنه هي رفضته، فلعلها إنه جدران والمباني توصل لحبيبته ويعبر عن مشاعره. السلبية لا، لأن هي تلفت المباني. اللون الأحمر الذي ميز كتاباته لم يسلم منه لا جسر ولا نصب ولا حتى جدار إحدى الكليات في الناصرية، صرخة أثارت الكثير وضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي. كل متفق على أنه تشويه الأماكن العامة في سبيل إرضاء شخص واحد هو ظاهرة أكثر من خطرة وأكثر من سلبية. نتمنى من هذا العاشق وكل العشاق في المحافظة أن يعبروا عن ما بداخلهم من مشاعر، لكن ليس بهذه الصورة. ولطالما مثلت الجدران بصورة عامة متنفسا للكثيرين ممن لا يجرؤون على مواجهة الواقع ويتقيدون بما تفرضه القيم الاجتماعية، فكانت في الجدار مساحة عريضة للبوح. أما بطل قصتنا كأنه لا يريد هنا إلا أن يلفت نظر محبوبته. لا يمكن الحكم على هذا الموقف على أنه ظاهرة سلبية من أول إعلان لهذا الموضوع. ممكن أنه يكون كتابة اللافتات يعني جزء من الإعلان لخروج عن النسق اليومي، أو الإعلان عن طريقة الحب بطريقة مغايرة. ممكن أنه تتغير في يوم من الأيام، يصير إلى طرق أخرى مختلفة تختلف عن هذا النوع من الكتاب. التفاعل وصل إلى قيام بعض الشباب بإزالة كل العبارات التي كتبها عاشق مروة. علمني حبك أن أتصرف كالصبيان، أن أرسم وجهك بالطبشور على الحيطان. كل ما يحتاجه طبشور نزار قباني قطعة قماش كي يمحى من الحيطان، أما ما كتبه صاحبنا هنا فاحتاج إلى حملة تطوعية لإزالته. من الناصرية، أحمد السعيدي، الحرة.